ونجمنا النهارده واحد من اشهر وجوه الشر في السينما، كان وجهه دايما ما يرتبط بالجريمه والمعارك في الافلام، لازم تلاقيه واحد من افراد العصابه زيه وزي غيره من الكومبارسات اللي اشتهروا بالنوعيه دي من الادوار. صحيح هو ما وصلش لنفس مستوى عمالقه الشر في السينما، لكنه اشهر من قام بالادوار الثانويه في السينما المصريه، وكان صاحب بصمه خاصه خلال مشواره الفني. ولد توسن معتمد في 3 ديسمبر سنه 1925، قدم على مدى اكتر من 40 سنه العديد من الادوار الثانويه في التلفزيون والسينما. بدايته الفعليه في فيلم اختي ستيتا سنه 1950 لصباح وسعد عبد الوهاب، بعدها تتوالى عليه الاعمال، منها عنتر ولبلب لمحمود شكوكو وعبد الفتاح القصري، وليله الدخله مع اسماعيل ياسين وحسن فايق. اما على الصعيد التلفزيوني فشارك توسن معتمد في عدد من المسلسلات التلفزيونيه، منها مسلسل دموع في عيون واقع. ويرحل شأنه شأن غيره من النجوم المنسيه في صمت في يوم 12 سبتمبر سنه 1990 عن عمر يناهز 65 سنة.